العواف عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على رسولنا الكريم. بحبكم في الله، وحشتوني جدا 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 جدا. بقالي 5 شهور كده ما جيتلكوش، بس انا جيتلكوا اهو. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا عارفه ان نص مشتركيني في القناه هنا هم نص مشتركيني في القناه هناك. بس النهارده حبيت كده فرفشكم واطلع لكم فيديو كده بسيط وجميل جدا. في رقيه طبعا هحكي لكم القصه كلها. بس الاول قلت اصبح عليكم بالورد القمر ده. ايه رايكم؟ في بذمتكم ايه رايكم؟ ما وحشتكوش؟ اكيد وحشتكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يلا نبدا الفيديو مع بعض كده زي ما انتم شايفين. ورده حمراء وورده بيضاء اهو. بقالي 5 شهور فجيت لكم في الاخر بعد ورده حمراء وبعد ورده بيضاء. بحبكم في الله. ويلا بينا نكمل مع بعض الفيديو. طبعا انتوا عارفين ان انا في القناه الكبيره دايما بعمل كوبايه النسكافيه الصبح. وهنا كمان يا جي هتقرفينا ابسولوتلي؟ لا والله، انا بس حبيت كده ايه، اديكوا فكره كده، حته كده بس صغيره. لكن انا ما بعملش في القناه دي ولا شرب ولا اكل ولا اي حاجه. كل اللي بعمله معاكم ان احنا بنهزر مع بعض، بنضحك مع بعض. بنزل رؤيه معاكم في الفيديوهات، بنزل ولادي على القناه دي. بس مش اكتر من كده. فيا رب اكون عند حسن ظنكم النهارده والفيديو يعجبكم باذن الله. وهثبت لكم اللينك في القناه عندي الكبيره عشان اللي ما شافش القناه الصغيره يقدر يجي على هناك ان شاء الله. ربنا يقدرني واقدر انزل لكم فيديوهات فيها، لان جالي كومنتات عليها ان يا جيجي انت مش باينه ليه، يا جيجي مش بتنزلي لنا فيديوهات ليه. بصوا القناه الكبيره واخده كل وقتي. يعني اخده كل الوقت بتاعي بصراحه. بس طبعا طالما انت فاتحه اتنين وربطان بحساب واحد يبقى لازم تنزلي عليها شغل، عشان ما ينفعش الدنيا يحصل حاجات كده وحاجات ومحتاجات مش هتفهموها معايا. بس زي ما بقول لكم كده لازم انزل عليها كل فتره فيديو يعني. فالنهارده بقى كده يا رؤية بقى لها كام يوم عمالة تزن عليا جامد جدا جدا. يا ماما أنا عايزة أنزل، يا ماما أنا عايزة أنزل. يعني بصوا الولاد في أول الدراسة كده تحس إن هم بيجي لهم حالة كده إيه، هستيريا. اه والله البنت من ساعة ما جت من راحت المدرسة وهي بتنام، ما بتعملش حاجة غير بتنام. طبعا انتوا عارفين فترة الصيف كلها كانت البنات كلها بتبقى سهرانة وقاعدين للصبح على النت وقاعدين يلعبوا ويهزروا مع ولاد اخويا والكلام ده كله. فجي الوقت بقى خلاص المدارس، فالولاد تحس ان هم مش فحبيت افصلها شوية عن الاسبوع الاولاني. احنا داخلين في الاسبوع التاني اهو في الدراسة. ففضلت تزن 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 وانا ما بحبش الزن بصراحة. يا ماما انا عايزة انزل، يا ماما انا عايزة انزل. فالمهم انا كنت نازلة اشتري حاجات، قلت لها طب تعالي معايا. كنت رايحة فتح الله فقلت لها طب تعالي معايا وتعالي نشوف مع بعض انا اخدت رؤية وديتها فين. بس الاول تروح مدرستها وتيجي تعمل حاجتها زي اي طفل عادي. يعني انتوا كلكم كده اطفالكم بيجوا من المدرسة يا بيناموا يا بيقعدوا يكملوا. طبعا رؤية بتخش البيت حوالي 3:30 4 بالكتير قوي لو الدنيا زحمة يعني. حبيت بس الاول اصبح عليكم الصباحة الجميلة دي بشوية الزرع وشوية الورد كده. نفتح نفسكم كده على القناة. هنا كنا صاحيين بدري. هنا بقى رؤية اليوم ده كانت متعكننة على الآخر، لأن الباص بتاعها جه متأخر. هو غصب عنهم بصراحة، لأن الطريق صعب جدا الصبح والناس لسه الأتوبيسات وكله ما اتعودش على المواعيد ونروح ازاي ويجوا ازاي، فالدنيا متلخبطة تحت. فضلنا قاعدين لحد الساعة 8 والباص بتاعها ما جاش. فاليوم ده بقى أنا قلت لها خلاص بالليل بقى أنا هعوضك بعد ما تروحي المدرسة وتيجي ننزل مع بعض. المهم هنا بقى زي ما انتم شايفين اليمام، اليمام ده يمام أو حمام. بيجي يقف على الشباك كده زق العصافير وقال لهم ابعدوا بقى شويه كده عشان ضخمين يعني واخدين بالكم انتوا. طبعا الناس اللي ما تعرفش ايه ده يجي اللي على الشباك في القناه دي انا عامله اكل للعصافير بقالي فتره طويله داخله في سنه اهو. بحطه على الشباك فبيجي بقى الحيوانات دي تاكل من عندنا. ادي ركا هي بتصبح عليكم طبعا لابسه ومستنيه الباص يرن عليا عشان تنزل. وكانت بتكلم صاحبتها بتطمن لو صاحبتها الباص جالها يبقى جاي الريتاش الرقاية في السكة، لأن صاحبتها هنا في المنظرة. يعدي على المنظرة الأول بعدين بيجي العصافرة. فهي بتسأل صاحبتها هو الأتوبيس جالك؟ قالت لها لسه. فلو جالها يبقى خلاص هو رقاية كانت تطمن إن هو جاي لها فين في الطريق. فاهمين ازاي يعني؟ السن بقى اللي انتم عارفينه ده. فضلت بقى تتكلم معاها وانتوا عارفين بقى ايه يعني التليفونات بتاعت الصبح دي الدوشة والزن والحاجات دي. بصوا الساعة كام؟ بقت 8 والباص ما جاش. دخلت المدرسة بعد الحصة الأولى. يعني دخلت. طبعا باباها طبعا اتصل بالمدرسة وقال لهم يعني ان احنا اتأخرنا وكده، فخلاص هم النهاردة بقى جم بدري. يعني انا بسجل فيديو تاني يوم اتصلوا بيا اللي احنا جايين بدري. اللخبطة اللي حصلت دي كلها كان يعني اكيد بقى كل واحد بيدبر اموره بقى عارف ان هو هيروح امتى ويجي امتى. اخدت كوبايتي ورحت ايه قعدت على الركن البعيد الهادي ده ركني المفضل يعني. ده الركن بتاعي محدش يقعد عليه غيري انا بس. اي حد في البيت يبقى قاعد اول ما يشوفني يقوم على طول.
باحب أقعد كده ووشي في الشباك عشان أتفرّج على بُصّوا أدي كده والشباك كده، عشان أتفرّج بقى على العصافير بتاعتي والأكل بتاعهم بقى إيه، بياكلوا وبيشربوا باتطمن عليهم برضه زي ولادي يعني، هُم زي ولادي يعني. عايزة بقى لو بتحبوني ووحشتكم كتير، عايزة لايكات على الفيديو عشان نشوف هنستمر مع بعض والّا هنعمل إيه. أرجوكم، أرجوكم عايزاكم تشعططوني تشعللوني اسمها إيه، تشهيصوني، شهيصوني. المهم خلاص رؤية مشيت وراحت مدرستها والحمد لله ورجعت بالسلامة، أخدتها ونزلت يعتبر ما فيش إلا إحنا هناك يعني، مش عارفة الناس كلها طبعًا في مدارس وبتاع، بس أنا قُلت أفصلها يوم وأقعدها عليهم 3، 4 شهور تانيين، فاهمينّي إزاي؟ زَن، 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 وأنتم عارفين بقى لمّا الولاد بتزن بقى، فقُلت ماشي تعالي اختارت 3 ألعاب، هي قالت لي: "أنا هاختار 3 ألعاب." اختارت اللي هم ال3 اللي يناسب سنها شوية، لإن هناك اللعب هناك كلها أطفال يعني أقل من رؤية شوية. اختارت الحاجات اللي هي ممكن تناسبها، اللي هي زي العربية دي، طبعًا كانت فرحانة ومبسوطة ادِّت نفسها طاقة كده وpower عشان تروّح تذاكر بقى وتكمّل بقى إيه، يعني المفروض كل فترة كده هنفصل لولادنا بأي حاجة، مش لازم تودّيهم ملاهي، يعني ممكن ننزّلهم أي حتة وخلاص، عشان يبعدوا عنِّك ويبعدوا عن وَش الدماغ، يعني ما يفضلوش يزنّوا عليكِ. طبعًا الكبار مش بيزنّوا لإنّهم الكبار خلاص كبروا بقى فاهمين يعني إن هم مَلَك عندي لمّا بتنزل بتاخد ريتاج معاها، يعني يروحوا مشوار والّا رايحين يتفسحوا والّا رايحين مع أصدقائهم بتاخد ريتاج، ما بتقدرش تاخد رُقيّة عشان رُقيّة الصغيّرة، فأنا اللي باتظلم، تقعد تقول لي: "اشمعنى ريتاج ومَلَك هُم اللي نزلوا وأنا ما نزلتش وأنا عشان ما ليش صحاب باخرج معاهم." ما أنا واخداها في إيديّا في أي مشوار رايحاه أشتري حاجتي، ما أنا بُصّي أضرب عصفورين بحجر، ما أنا ما آخدكيش أنا وأقعد أفسحِك وأنا ما اشتريش حاجتي، أشوف أنا نازلة أجيب إيه طلبات إيه اللي ناقصة وأكنّي يعني قال يعني رايحة معاها يعني. باروح أجيب حاجتي ولعبتين 3 كده وإيه، وتسكت عليهم فترة طويلة. فاهمينّي أنتم؟ لازم نعمل كده في العيال، نضحك عليهم يعني، نضحك عليهم. بس يا رب ما تشوفش الفيديو تعرف إن أنا ضحكت عليها. ناس بقى بتسألني: "يا جيجي فين ليلى؟" موجودين والله، موجودين وبخير وبصحة وسلام وآدم مجننّي كالعادة، بس هم مدرستهم بقت الفترة المسائية، يعني بيروحوا الساعة 12:00 المدرسة، 12:00 وبييجوا الساعة 16:00 يعني فترة بصراحة رخامة السنين يعني. هنا بقى رورو زي ما أنتم شايفين بُصّوا بتطلّع بقى كل الpower اللي عندها، الطاقة اللي عندها كلّها طلّعتها هنا. أنا كان نِفْسي بصراحة، كان نِفْسي ألعبها البتاعة دي والله، نِفْسي أتنطط كده أفضل أتنطط، أتنطط. أيوه بُصّوا، يالّا بقى الناس بقى الجميلة اللي عارفة يعني إيه مدارس وعارفة يعني إيه هَم ومش هَم، ما تشغليش نَفْسِك وتقولي لي آخُدها مخصوص عشان أفسّحها يا جيجي والدنيا صعبة ومش عارفة إيه، يا ستّي خُديها خُدي عيالِك معاكِ في أي حتّة وأنتِ خُدي عيّل، عيّل، اعملي زيي كده ما باخدهمش كلّهم مع بعض، ما باعرفش أمشي بيهم أساسًا يعني، حد كده وأنتِ رايحة في مشوار والّا حاجة كإنِّك كفاية إن هو نزل معاكِ فهو هيحس إن هو اتفسّح، أي حاجة كده راضيه بيها بسكوت، باكو شوكولاتة، أي حاجة هيسكت يعني وهيبعد عنِّك. وبعد كده نرجع بقى نكمّل تاني، أنا قُلت لها تسكتي عليها دي لمدة بُصّوا يعني ما تقوليليش خالص يعني استني بقى إحنا لسه بنقول يا هادي في الدراسة يعني إحنا لسه بنقول، بس هُم حاسين إن هُم مضغوطين، يعني صحيان بدري الصبح ده أنا باصحّيهم بالاقي كل واحدة نايمة لي على الكنبة وأفضل أشِد في دي، يا بنتي قومي، وأنتِ يا بنتي يا حبيبتي تعالي، وأنتِ يعني عارفين مش هتتأقلموا على الوضع بس لسه شوية، أكيد زي كلّكم زيي كده لسه ولادكم ما اتعودوش صح والّا أنا متهيأ لي أنا عيالي خارقين لوحديهم والّا إيه مش عارفة، باصحّيهم بطلوع الروح. بس باباهم أول ما يخش ويقول يالّا، هي يالّا خلاص، لكن أنا بقى بُصّوا يعني هُم يشوفوني يفتحوا نُص عينيهم كده يلاقوني أنا يقولوا لأ، سيبِك منها دي مش هتعمل لنا حاجة، دي بُق على الفاضي بتزعق وخلاص ما بتعملش حاجة. الأم بتبقى حنيّنة شوية وقلبها ضعيف يا عيني نايمين مش عايزة تصحّيهم، عايزة تغطّيهم وتنيّمهم، لكن الأب بيبقى إيه، يعني لأ شوية شادد شوية، يالّا يعني يالّا خلاص. فساعات أقول له خُش أنت اللي صحّيهم يعني عشان هُم أول ما يسمعوا صوتك هيقوموا يجروا يعني. ألاقي بقى واحدة اتأخّرت في الtoilet جوه واحدة براحتها تنام هي قاعدة في الtoilet كده تنام شوية، تاخد لها تعسيلة كده. هنا برضه اختارت العربية دي عشان حَسِّت إن هي إيه، يعني أنا كبيرة وأنسة ما ينفعش أركب بتاعة الأطفال يعني اللي هم الصغنطاطين دول. حتى جات تركب العربية اللي هي بتلِف في المكان بقى اللي هي تحت دي، ما مش سِنّها يعني. وفي حاجة كمان اللي هي البيت اللي بيقعدوا فيه يحطّوا السماعات في ودانهم ويغمّوا عينيهم دي ويشوفوا حيوانات، ويقعدوا يصوّتوا ويلمّوا الناس عليهم، ويرفصوا برجليهم وإيديهم، قُلت لها: "لأ، مش هتركبيها دي، خلّينا في الحاجات البسيطة دي." هي كانت مبسوطة أوي على فكرة.
ربنا يفرّح ولادكم ويفرّح ولادنا، وحشتوني جدًا، 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 وقولوا لي بقى الفيديو عجبكم والّا لأ، عشان أنزّل لكم فيديوهات أنا وروكا مع بعض، والفترة الجاية إن شاء الله أحاول على قد ما أقدر يعني أحاول، لإن الوقت في المدارس بيبقى صعب بالنسبة لي يعني وكده، بيبقى اهتمام أكتر بالأكل والشرب والدروس والمدارس وألَخ، ألَخ. يا سلام، يا سلام! أنا متهيأ لي لو ركبتها أدوخ على طول، أدوخ، أدوخ أنا. أنا ما باحبش الملاهي أصلًا وباخاف منها. يعني ده كان الفيديو النهارده بتاعنا بسيط وخفيف كده زي ما أنتم شايفين، حاجة سهلة وبسيطة وحبيت بس أشارككم، هو وقت قصير بس حبيت أشارككم كده عشان نستفتح القناة كده بيها، نرجع كده بطاقة كده إيجابية. إن شاء الله أعمل لكم فيديوهات تانية أحسن بإذن الله، وعايزة كومنتاتكم بقى الحلوة هانزّله لكم على طول الصبح، يعني هاحاول أنزّل لكم الصبح عشان الفيديو التاني ينزل على القناة التانية بالليل. أنا طبعًا الناس اللي مش مشتركة معايا في القناة التانية، قناة أم البنات، خلاص أحب أعرّفكم بنفسي، أنا أم البنات يا جماعة. معاكِ كام بنت يا جيجي؟ معايا 3 عشان أكيد في ناس كتير مشتركة في القناة الجديدة مش عارفين عني حاجة. لو رُحتِ قناة أم البنات هتعرفي كل حاجة، ولو عند أم البنات تعالي على قناة جيجي هتعرفي كل حاجة. أشوفكم على خير واقعدوا بالعافية.